صباح الخير، مشاري عايزاك بعد 5 دقايق في المكتب. صباح النور. حاضر. هي عايزه منك ايه؟ عندي تاسك المفروض اسلمها لها ونسيت اعملها اصلا. عادي، ما تضايقش نفسك، هي كده كده هتقدرك حتى لو كنت عملت التاسك هتقدرك، دي حريم يا عم. انت بتسخني، هي اصلا تلاقي جوزها مقدره وجايه تطلعه عليا. هي الشرقيه دي اصلا مش كانت بتاعتك، وبعدين هي جت لهفتها منك. انت هتقعد تسخني بقى، هي مش ناقصاك، انا عايز اشوف هي عايزه. يلا مستنياك في المكتب. حاضر حاضر. صباح الخير يا فندم. شربتي قهوتك النهارده؟ صباح النور. خلصت التاسك اللي انا طلبتها منك؟ والله يا فندم اصل امبارح كنت رحنا خالي تعب فرحنا المستشفى بيه واحتمال يموت. انت موظف شاطر انا ما انكرش، انما انت كل مره يبقى عندك مشكله في التسليمات، وكل مره تطلع لي بمبرر غير المبرر اللي قبل، واخر مره حضرتك لبستنا غرامه والف مبروك. هتتقسم بس يا فندم على مكتب. وعلى فكره يبقى شوف لنا حجه غير خالك اللي مات 4 مرات السنه اللي فاتت ده. لو انت مديره ست وبيقابلك النوع ده من الموظفين، تعالي اقولك على 3 اسرار علشان تعرفي تتعاملي معاهم من كتاب 1 Minute Manager لكن بلانشارد وسبنسر جونسون. السر الاول اهداف الدقيقه الواحده، يعني لازم يبقى في اجتماع مع الموظف علشان يعرف فيه الاهداف اللي هو مطلوب منه يحققها ويتفق عليها وتبقى مكتوبه بشكل بسيط وواضح، ولو نسيها وجاي يهزر ويستظرف فكريه بيها واساليه وصل لفين فيها. والفكره في الدقيقه الواحده ان الاجتماع يكون سريع بسيط ومحدد علشان ما يبقاش فيه مجال للاستظراف الكتير. السر التاني مدح الدقيقه الواحده، لما الموظف يعمل حاجه كويسه في شغله لازم تمدحيه وتشجعيه فورا وتقولي له على الاسباب اللي خلتك مبسوطه منه وبمنتهى الوضوح، مش اللي هي تقولي له انت عجبتني وبس، لا، لازم تقولي له انت شغلك في المشروع ده عجبني جدا علشان قدرت تخلصه في الوقت المطلوب والعميل كمان كان مبسوط فشكرا ليه. سريعة محددة ومفسرة جدا. السر الثالث تأنيب الدقيقة الواحدة، وده زي السر اللي فات بالظبط، بس لو عمل حاجة غلط في الشغل مش هتروحي بقى تزعقي وتتخانقي معاه، لا، هتقولي له في وقتها بالظبط وقت ما يحصل الخطأ. والتأنيب على فكرة لازم يقتصر على الخطأ بس، يعني انت سلمت المشروع غلط فتسبب في كذا وكذا وكذا، مش بقى انت كسلان وانت على طول بتغلط والسنة اللي فاتت عملت ايه وكده، لا، حصل خطأ ونتيجته كذا وكان ممكن نتفادى الخطأ ده ازاي. محددة وسريعة. وحاجة مهمة قوي كمان، بعد التأنيب الكتاب بيقولك انك لازم ترجعي لطبيعتك تاني وكأن مفيش اي حاجة حصل، مش هنقعد يعني نمسك على بعض الاخطاء. وعلى فكرة اسرار الكتاب لكل مدير راجل او ست مفيش فرق، والموظف طول ما هو شايف ان انت طريقتك بروفيشنال وشاطرة في فن القيادة هيغير اي انطباع كان واخده على المديرين الستات وهيفهم ان مفيش فرق. انتوا ايه رأيكم؟ في فرق بين المدير الراجل والمديرة الست؟ قولوا لي في الكومنتس. انا فيروز يسري وده سوق العمل.